بعد ما وزارة الداخلية أعلنت عن فرصة العمر لكل حد نفسه يحج، في ناس كتير مش عارفة الشروط. هل سنك أو سن المرافق بتاعك يسمح لك إنك تحج السنة دي 2027؟ طبعا الحساب مش بيكون بيوم التقديم. هقول لك على كل حاجة. وزارة الداخلية بدأت استقبال طلبات التقديم على حج القرعة، ومستمر التقديم لحد يوم 27/8/2026. المتقدم لوحده لازم يكون عمره من 21 سنة. المرافق اللي معاه في حاجة اسمها مرافق وجوبي، وده سنه لازم يكون 18 سنة فأكتر. المرافق غير الوجوبي يكون 12 سنة، بشرط ان ال 12 سنة ده يكون مولود قبل يوم 28 يناير 2015. والمرافق لازم يثبت صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. لازم بقى عشان تقدم بثلاث طرق، مفيش غيرهم: اي قسم او مركز شرطة في جمهورية مصر العربية، او من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة التابعة لوزارة الداخلية على الانترنت، او اسهل طريقة انك تتصل على رقم 02 27 98 3000 وتقدم طلب. لكن قبل ما تسجل اتأكد ان بطاقة الرقم القومي بتاعتك سارية، وانك ما قدمتش في حج السياحة او الجمعيات، لان المطلوب انك تختار جهة واحدة بس. وكمان من ضمن الشروط ان المتقدم يكون مصري كامل الاهلية وما سبقش ليه الحج، ولازم يقول حالته الصحية بصراحة، لان في امراض وحالات بتمنع السفر. التطعيمات المطلوبة بتشمل تطعيمات الالتهاب السحائي الرباعي قبل السفر بمدة ما تقلش عن 10 ايام وما تزيدش صلاحيته على 5 سنوات. في 1% من التأشيرات دي لأكبر المتقدمين سنا بكل مديرية، ودول هيبقوا خارج القرعة. راجع سنك في البطاقة وحالتك الصحية، وبعدها اختار وسيلة واحدة بس وقدم قبل يوم 27، وابعت الفيديو ده لأي شخص ناوي يقدم مع مرافق السنة دي.